يبقى كده انا ست بخيله، يبقى كده انا بحرم ولادي. والله توفير اللي ب50 جنيه ومش هتتخطى ال50 جنيه. انا والله ما بكذب ولا بقول اي كلمه كذب، وربنا بيحاسبني على كل كلمه انا بقولها. لازم تعرفي تصرفي بيتك حتى لو معاكي 50 جنيه بس. لو انت كمان موفرتيش فلوس يكفي انك انت مش هتحتاجي لحد ولا هتمدي ايدك لحد ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته. شكرا جدا لدعمكم ليا، دمتم نعمة في حياتي، اللهم امين. ولو اول مرة تشوفيني، انا حنان ودي قناتي. خدي لفة في القناة. لو عجبتك الفيديوهات ما تنسيش الاشتراك واللايك علشان تنضمي لعيلتنا الصغيرة. ويلا بينا بسرعة على الفيديو النهاردة قنبلة التوفير. هتوفري يعني هتوفري بأقل من 50 جنيه هتملي بيتك خير. وجبات اسبوع اقتصادي هيوفر عليك كتير وكتير. هتوفري مبلغ محترم من داخل الميزانية. ميزانيتك شهرية، يومية، اسبوعية. تابعي الفيديو للنهاية. الفيديو مليان افكار حلوة جدا هتوفر معاكي مبلغ محترم في الفترة اللي جاية. وهرد على بعض اسئلة حبايبي اللي سألوها لي في الفيديو اللي فات. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول فكرة معايا واللي بتوفر معايا مبلغ محترم كل شهر. بشتري كل شهر يا بنات علبة واحدة سمنة كيلو، بتكمل معاكي الشهر يا حنان وانتوا اسرة 6 افراد. ايوه يا حبيبة قلبي بتكمل معايا الشهر، ولكن بالطريقة دي وبالتركاية دي. بعمل ايه؟ بمسك علبة السمنة وبشيل نصها كده في علبة، في كيس، في اي حاجة، وبشيلها في الفريزر او في التلاجة. تمام يا حبيبتي. وبعد كده بجيب ازازة زيت وببدأ اخلط السمنة بزيت. بكمل باقي علبة السمنة بزيت. يبقى نص علبة السمنة هيكون سمنة والنص التاني هيكون زيت. طبعا الزيت ارخص من السمنة. يعني النهار ما اروح اشتري ازازة الزيت، انا شارية ازازة الزيت دي يا بنات ب55 جنيه، لكن لما اروح اشتري كيلو سمنة بشتريه ب120 جنيه. وانا كده كده مش بستخدم السمنة لوحدها. يعني لما بطبخ او بعمل اي حاجة بكسر السمنة بزيت، بحط معلقة سمنة على معلقة زيت. بقسم كده العلبة نصين، نصها سمنة على زيت، وبعدين ببدأ اسخنها على النار علشان ايه؟ يتمزجوا مع بعض. وبعد كده بغطيها واشيلها في المطبخ. علبة السمنة دي بتكمل معايا كام يوم؟ نقول 20 يوم سمنة على زيت. والعلبتين دول اللي انا شايلاهم سمنة بشيلهم كده في التلاجة. لما تخلص علبة السمنة دي بطلعهم واعمل نفس الحركة. يبقى كده انت بتوفري ولا مش بتوفري؟ لا كده انت بتوفري. نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ما تنسوش التعليقات يا بنات. تعليق حلو منكم بيكبر بخاطري وبيسعدني وبيفرحني. دمتم بنعمة في حياتي، اللهم امين. وربنا يكبر بخواطرنا كلنا، قولوا امين. وبعد كده سلك المواعين، ما بستغناش عن سلك المواعين. عندك حلل ألمونيوم، عندك طاسات ألمونيوم، عندك صواني ألمونيوم، السلك المواعين هو اللي هينفعك. عندك طبعا البلاط بتاع المطبخ، البلاط اللي ورا البوتاجاز ما بينضفش الا بسلك المواعين. الحوض بتاع المطبخ برضو ما بينضفش الا بالسلك الألمونيوم. بشتري ب20 جنيه سلك ألمونيوم، ب20 جنيه بيكمل معاها شهرين بأمر الله وببركة ربنا. بعمل ايه؟ ما بسيبهوش كده في الكيس وابدا اسحب منه. لو سبته في الكيس وبدات اسحب منه بيبدا يصدي، زي ما شفتوا كده في الفيديو ان في بعض السلك مصدي، في سلك مصدي من السلك اللي انا ايه اللي انا بقطعه ده. ولكن انا نجدته بسرعه ومسكت ايه المقص كده وبدات اقطعه كل حته على قد الغسله. بمسك كده من السلك كل حته على قد الغسله، وكده بيوفر معاه في السلك وما بيهدرش معاه كميه كبيره. والله حته السلكايه بتخلص على اخر اليوم بمسكها كده وارميها. تاني يوم بقى بمسك سلكايه جديده، وهكذا. السلكايه بتكمل معايا اليوم او القطعه بتكمل معايا اليوم من اوله لاخره. بغسل بيها، وبعد ما بغسل بيها عشان تفضل من اول النهار لاخر النهار بحطها في حبه ميه، طبق في حبه ميه وغطيها بيهم. مش هتصدي ولا هيحصل لها اي حاجه، من غير مسحوق ومن غير اي حاجه، يعني من غير صابون مواعين ومن غير اي حاجه. حطيها في ميه بيضه في طبق واغسلي بيها طول اليوم. الكميه دي هتكمل معاها شهرين. ممكن اقسمها على كيسين وممكن اسيبها في كيس واحد واخد منها كده بالحته او بالقطعه وابدا اغسل بيها المواعين. لو عندك تيفال وحاجات من اللي هي ايه اللي ما بتستحملش السلكه، لا ما تستخدميش السلكه. هاتي الايه الاسبونجات والحاجات اللي بنجيبها ايه اللي بنشتريها دي،
وبعد كده نروح لوجبة التوفير. وجبة التوفير اللي ب50 جنيه ومش هتتخطى ال50 جنيه، وكمان انا عندنا ببلاش، لاني انا بجيبها تبع الفراخ. يعني بجيب 5 فرخات كل شهر او 4 فرخات، بشيل الكبد والقوانص بتاعتهم، بعملهم كده في يوم، بشتري عليهم بشتري عليهم كيلو كبد وقوانص، وابدا اقسمه برضو وجبتين. كل 10 ايام بعمل وجبة كبد وقوانص، مش بتكلفني الا 50 جنيه بس، وهي سعر الكبد وقوانص. البصل موجود عندي، الطماطم موجودة عندي، كمان الرز موجود عندي. يبقى كده متفل و10. بطلع كيس كبد وقوانص، وابدا امسك الكبد كده واقليها مع معلقه زبده، معلقه سمنه على زيت من اللي عملناهم، معلقه زيت، وابدا اقليهم. وبعد كده ببدا بعد ما اقليهم اصفيهم وانزل مكانهم او مكان السمنه بتاعتهم، بنزل بصلايه او بصلتين متخرطين. وبعد كده بعد ما البصله تبدا تدبل معايا، بنزل عليها بنزل عليها الكبد. انما القوانص يا بنات لازم تسلقيها، لانها جامده وراسها ناشفه كده شويه، هتاخد معاكي وقت في التسويه. بنسلقها وبعد ما تستوي بنبدا نقطعها، وبعدين بنضيفها لباقي المكونات. عندك قرن فلفل، عندك جزر، اي خضار عندك حطيه، هيبقى مفيد جدا للولاد. والوجبه دي حلوه جدا في فتره الشتاء، لانها مغذيه ومشبعه وبتدفي برضو. وحطيت كمان معلقه هريسه شطه، كنت عامله معاكم هريسه الشطه حلوه جدا يا بنات. لما بتلاقي الفلفل الاحمر ده في السوق هاتيه واعمليه وشيليه في الفريزر، والله بيبقى حلو جدا في الاكل، وبيوفر عليكي كمان في التوم والحاجات دي. تمام يا بنات، نصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك، وما تنسيش التعليق الحلو اللي انا بستناه منكم. بستنى كل تعليقاتكم وبرد عليها وبفرح جدا بيها. ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري، اللهم امين. وعملت جنبهم حبة مكرونة. انتوا عارفين ان انا بحب اعمل نوعين مكرونة مع بعض. يعني ايه نوعين مكرونة؟ يعني بحب اعمل مكرونة سباكيتي على مكرونة قلم، بسلقهم كده مع بعض، وبعدين ببدأ احطهم كده للولاد، بيحسوا بتنوع كده في الطبق، بيحسوا ان شكل الطبق كده جميل، كأنه طاجن، كأنه اكل من بره، كأنها افتكاسة جديدة. حاولي ان انت كده تجددي في الاكل بتاعك قدام ولادك علشان نفسهم تيجي على الاكل. حبايبي اللي بيبعتولي وبيقولوا لي يا حنان مش كل الولاد بترضى بالاكل ده، مش كل الولاد هترضى تاكل الاكل ده، في ولاد بتتأمر على الاكل ده لانهم اتعودوا على كده. يا حبيبة قلبي معلش ما تزعليش في الكلمة، انت لازم تعوديهم. والله ان الاكل اللي بنحطه فضل وعدل من عند ربنا. هناكل يا حبايبي، وبكرة هنعمل حاجة تانية، كل يوم هنعمل حاجة تانية، ونبدأ نشكل كده في شكل الطبق، نبدأ نحط لهم الوان في الاكل. يعني مثلا عندك قرن فلفل ضيفيه، عندك مثلا طمطمايه، بصلايه، اي حاجة هتشدهم كده وتجذبهم للاكل دوري عليها وحطيها. ولكن نبدأ نعودهم كده على الأكلات دي، ونبدأ نعلمهم إن اللي بيتحط قدامنا حلو وجميل، وبكرة هنعمل أحلى وبعده هنعمل أحلى، والنهاردة مش آخر يوم، والنهاردة بأمر الله هناكل كده، بكرة هناكل كده. ونعودهم على إن هي دي عيشتنا، وعلى إن إحنا وعلى إن إحنا نحمد ربنا على كل حاجة. وجرب يا حبيبي، جربي يا حبيبتي، مش ممكن يطلع حلو؟ طب بصي طعمه عامل إزاي، طب دوقي المعلقة دي، كده نهدينهم كده وناخدهم واحدة واحدة، وبأمر الله هيعجبهم كل حاجة بتعمليها. وكل حاجة بتعمليها بحب بتوصل لولادك برضو بحب. وده الليمون المخلل والفلفل برضو اللي انا كنت عاملاهم معاكم استوى بأمر الله جميل جدا 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 يا بنات. البنات اللي سألتني عن عمايل الفلفل المعصفر وقالت لي ان احنا ينفع نعمله لرمضان، ايوه يا حبيبتي ينفع دلوقتي تعمليه لرمضان بنفس الطريقة اللي انا عملته بيها، ولكن ما تسووهوش او ما تسلقوهوش سلقة جامدة على النار. يعني اسلقيه خليه يغلي مثلا غلوة او غلوتين، وطلعيه من على النار يكون ناشف، وابداي صفيه من الميه وسيبيه ونقعيه 3 ايام تروح منه المراره، وبعدين ابداي عصفريه زي ما انا عملته كده في الفيديو. الاكله اللي بعد كده واللي اتطلبت مني كتير جدا اديني عملتها يا بنات، وهي الفول النابت. الفول النابت موفر جدا، يعني انا بجيب ب40 جنيه بيملوا بيتي خير، ب40 جنيه، وببدا انقعهم كده واسيبهم يومين في نفس الميه بتاعتهم. بس اهم حاجه الميه تكون مغطيه الفول، وبعد ما يومين ببدا اغسله غسله حلوه، وابدا افرزه في اكياس، بحطه في الفريزر. كل كيس بطلعه على الحله زي ما انتم شايفين كده، وببدا ان انا اشوحه مع معلقه زيت، وبعد كده بعصر له عصره ليمونه، بحط التوابل البهارات اللي عندي. ده الملح اللي انا كنت مبهراه معاكم في الفيديو اللي فات، شوفوه. الملح ده هينفعك جدا وهينجدك جدا، مش هتحتاجي ان انت تشكلي في البهارات كتير. فبحط منه كمان معلقه، وبعصر عليها عصرتين ليمونه ومعلقه شطه، وبعد كده بشوحه مع النار تشويحه 5 دقايق، وبعدين ببدا ازود الميه بتاعتي على حسب كميه الشوربه اللي انا محتاجاها. حبه الفول دول ممكن تعملي منهم مالي الحله دي، ممكن تعملي منهم حله اكبر، مش هتقولك لا ابدا. ومن
اكلات الشتاء واللي بتدفي واللي حلوه جدا. عملت جنبهم حبه بطاطس مقليين، وجنبهم حبه ليمون، ده مش ليمون معصفر، ده ليمون مخلل عادي، وحبه فلفل برضو، وكده متفل وعشرة، وبنحط عيش وبنفت، وبيبقى غدا او عشاء مشبع جدا جدا جدا، وهيعمل معاكي كميه كبيره وكميه حلوه. شكلي لاولادك، نوعي لاولادك في الاكل، جددي، دوري على الاكلات القديمه اللي احنا نسيناها، هي دي اللي بتعمر بيوت، وهي دي اللي بتستر، وهي دي اللي بتسند بيتك، وهي دي اللي هتسد قصاد اي ازمه من الازمات بتمر عليكي خلال الشهر. اوعي ابدا ابدا تقولي انا ما عنديش ولا ما فيش ولا مش قادره ولا مش عارفه. والله دوري في التلاجة، دوري في دولاب الخزين، حبه رز على حبه مكرونه هيقضوا معاكي عشاء، حبه عدس على حبه بتنجان مخلل هيقضوا معاكي عشاء، ما توقفيش على حاجه. وكده الاكله ايه؟ اكله الحوادق اللي بنعملها مثلا كل 10 ايام مره، اللي هي ايه؟ بنجيب ب30 جنيه يا بنات ملوحه، او سردين مخلل، او اي نوع مخللات انت بتحبيه اللي هو السمك. ببدأ اقلي جنبه حبة بطاطس، وبخرط جنبه بصلايه، قرنين فلفل، ليمونايه، طماطمايه، برش عليها حبه ملح، وب30 جنيه بشتريهم من بره كده جاهزين. ممكن اعمله كمان في البيت عادي، بيبقى سهل جدا، وانا عملته قبل كده وبامر الله هعمله معاكم كمان مره. بالنسبه للناس اللي سالتني عن ميزانيتي يوميا، يعني لو ميزانيه فرد واحد يوميا اتصرف فيها ازاي، ما اقدرش احدد لك ميزانيه يوميه لفرد، لان اللي بياكل فرد بياكل فردين يعني هي كده بتيجي ببركه ربنا. لكن انا ممكن اقول لك من 1000 جنيه مثلا، هتقولي لي 1000 جنيه يبقى احنا 6 افراد عايزين 6000 جنيه، ما حصلش ابدا، لان البركه بتكون في الكتير. يعني ايه؟ يعني لما بنروح نجيب خزين لفردين، البركه بتكون كانه ده 3 افراد. فاهمين يا بنات؟ يعني ما ينفعش ان انا ما ينفعش ان انا اقول لفرد يبقى 1000 يبقى الفردين 2000 جنيه، لا، ممكن لفردين يكون 1500 كده يعني. فاهمني؟ فالميزانية بتبقى على حسب عدد الأفراد، يعني 5 ممكن أقول لك ممكن يكفيك كذا، 6 ممكن أقول لك يكفيك كذا، وده كله كمان على حسب الحاجات اللي انت بتحبها أو الحاجات اللي انت بتحبيها. الوجبة اللي بعد كده والحاجة اللي بعد كده، أنا كنت جايبة معاكم الكنافة دي يا بنات. الكنافة دي الكيلو كان عامل 30 جنيه، دي كنافة سايبة بجيبها من السوق، تمام. ببدأ أفرزها في الفريزر على 3 أكياس، بعملها كده بلبن للولاد، بعملها بعسل، بعملها صينيه في الفرن حلويات، والله بتبقى موفره جدا وحلوه جدا. يبقى الكيس ده بكام؟ الكيس ده ب10 جنيه يا بنات، وبجيب عليه لبن. حبايبي اللي قالوا لي ان اللبن عندهم بيوصل 40 جنيه و42 جنيه، والله اللبن انا عندي ما تخطاش 30 جنيه، بس ممكن يكون فعلا في اماكن عدى السعر ده فعلا، ولكن كل مكان وليه السعر بتاعه. يعني افهموا النقطة دي، يعني كل مكان وليه السعر بتاعه، واكيد في ناس فاهمة النقطة دي، ولكن انا بقول الكلام ده للناس اللي اعترضت لما انا بقول سعر كيلو اللبن عندي ب26 جنيه، وده فعلا اللي موجود عندي. انا والله ما بكذب ولا بقول اي كلمة كذب، وربنا بيحاسبني على كل كلمة انا بقولها بمصداقية، وفعلا بتكلم بجد. انا ممكن اقول ب30 وممكن اقول ب40 وعادي وهتعدي، ولكن انا بقول اللي موجود عندي. بحط عليه معلقه زبده، ما عندكيش زبده حطي سمنه على زيت اللي احنا عملناها، حطي زيت من بتاع التموين عادي، مش هيقولك لا والله. ببدا احمرهم كده على النار، وبعد كده بجيب نص كيلو لبن واغليه، وبعد كده ببدا اعبي الاطباق بتاعتي. الاطباق بقى على حسب عددنا، في كل طبق بحط حبه، وبعدين ببدا اسقيه باللبن، ما غرقهوش لبن علشان هيعجن معايا، يعني بسقيه تسقيه كده، حاجه بسيطه، يعني بحيث ان هو يتشرب بس حاجه بسيطه. بحط عليه رشه سكر، او ممكن السكر كمان احطه في كميه اللبن، ادوبه في كميه اللبن. ده بيكون عشاء خفيف جدا للولاد وبيكون مغذي. يبقى كده انا ست بخيله؟ يبقى كده انا بحرم ولادي؟ والله ابدا. اللي بتعرف تمشي بيتها وبتعرف تعدي بيتها مستور، وما تعرفش انها تمد ايدها لحد، هي دي الست اللي بيتضرب بيها المثل. وانتي كمان لازم تكوني ست يتضرب بيكي المثل، لازم تعرفي تصرفي بيتك، حتى لو معاكي 50 جنيه بس لازم تعرفي تعدي يومك، لازم تعرفي تستري ولادك. وجبات خفيفة، وجبات بسيطة، مشيها وجبات لحوم على وجبات أرديحي، مشيها 3 أيام في الشهر، 3 أيام في الأسبوع أكلات أرديحي، يومين أكلة لحوم، والله هيكون حلو جدا. مشيها يومين أكلة أرديحي ويوم أكلة لحوم. اعملي جدول لنفسك، ظبطي الميزانية بتاعتك تظبيطة صح من أول الشهر أو من أول الأسبوع لو ميزانيتك أسبوعية، وده هيوفر معاكي كتير جدا. لو
وانت كمان موفرتيش فلوس، يكفي انك انت مش هتحتاجي لحد ولا هتمدي ايدك لحد ابدا. وبعد كده نروح لوجبة لحوم. لحوم ب50 جنيه؟ لا، اللحوم دي مش ب50 جنيه، اللحوم دي ب100 جنيه. هتروحي الراجل بتاع اللحمة وتقولي له عايزة فشة وعايزة كرش، عايزة الحاجات اللي هي الحلويات بتاعة المذبح. كنت عملت معاكم برضو قبل كده عن الموضوع ده. هتجيبي منه يا حبيبة قلبي مشكل حاجات بايه، ب100 جنيه. والله لو عايزة ب50 جنيه هيديكي، بس انت قولي له عايزة بكام، عايزة ب100 جنيه. وهاتي الحاجة دي واسلقيها وقطعيها حتت صغيرة، وابدأي بقى تبليها وحبشيها، بصلايتك، تومتك، التوابل بتاعتك، البهارات بتاعتك، وابدأي خلطي لولادك كده وشكلي لهم واعملي لهم حاجات من دي. الحاجات دي لما بيكبروا بيروحوا يشتروها من المحلات بأسعار فلكية، بيروحوا ياكلوها في المطاعم بأسعار خرافية، وبتكون حاجات مستوردة وحاجات مش صحية. ليه؟ ما احنا ممكن نعمل لهم الحاجات دي في البيت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الافكار بتاعت النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش يا بنات نصلي على الحبيب، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة عندي بأمر الله. دمتم بخير وصحة وسلامة، اللهم امين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.